مخلي البصل احمر. اتفرجوا على الفيديو. واول حاجه هنبقى محتاجين بصل احمر، وكده بعد ما قشرت البصلايه هقطعها من النص بقى. وده كده الشكل النهائي للبصل بعد ما قطعته، بيبقى عامل كده. هجيب البطرمان دوت واحطه جوه البصل، وكده شكل البطرمان بعد ما حطيت جوه البصل. تقريبا خدت بصلتين كبار. وهجيب حله صغيره احط فيها كوبايتين ميه، وهحط فيها كوبايتين خل، وهحط فيها برضو فصين توم كبار، وهحط ورق غار، وشويه فلفل اسود حصى، ومعلقتين سكر كبار، ومعلقتين ملح صغيرين. هقلب الكلام ده كله مع بعض زي ما انتم شايفين كده. هحطه على النار يغلي وارجع تاني. وبعد ما المحلول بتاعي غلي وكده انا صبيت المحلول كله، هقفل بقى البطرمان بتاعي. وكده الشكل النهائي بتاعي هسيبه جنبي لحد ما يبرد لان هو لسه سخن. وبعد ما يبرد هحطه في التلاجة لمدة ليلة كاملة، وبكرة ان شاء الله هوريهولكم وندوق منه. بعد ما استنيت يوم كده بقى شكله، ان انا ما حطيتش فيه اي الوان ولا اي حاجة، اللون اتغير. فهفتحه معاكم دلوقتي وادوق منه. مش عايز اتفتح. تمام كده مفيش حاجه حصلت، مفيش حاجه حصلت خالص. يعني سيبكم من بالبهدله اللي حصلت ديت، بس ريحه جميله جدا. يعني اول ما فتحت كده او فرقعت زي ما هي فرقعت كده، الريحه ضربت في المكان. وزي ما انتم شايفين ده شكله. بسم الله. طعمه جميل. فبصراحه ده ينفع مع اي سندوتشات. يعني اتمنى ان انتوا تجربوها. لو لسه ما عملتش فولو اعمل لي فولو. ويا رب يكون الحلقه عجبتكم، واشوفكم بكره ان شاء الله. سلام.